صراحة خليني أسألك شوية أسئلة، اسأل. بس التحدي بقى إنك يا ساتر يا هتضطر رب. ترد على كل سؤال يا ساتر من يا غير رب. ما تفكر جملة ماشي. واحدة. اوكي مستعد؟ يلا بينا. اوكي. تونس. إزاي بتواجه الخيانة؟ ممكن تكون خيانة أصدقاء أو بلف وشي شريك. امشي. بتلف وشك وتمشي، ده طول الوقت ولا دي حاجة يعني اتعلمتها؟ الناس عادة بترد على تصرفات الاشخاص ب I love you على اللي انت عملته، او I hate you عشان انت خنتني. لو خنتني I will nothing you. I like that. I will nothing you. انت ومش جو بقى انت اصل انا قوي وبكره ستندمون، ولا بيفرق معايا انه يندم او ما يندمش. شكرا، فرصه سعيده، يمشي. طب إزاي بتواجه بقى غيرة الآخرين لنجاحك؟ بحاول اساعدهم. ان هم في نوعين من الغيره. في غيره بناءه، ودي فينا كلنا كبني ادمين. وفي غيره فشل، غيره استحقاق. انا استحق ولا استحق، ده بديله على دماغه، بديله على دماغه، ده ما بهزرش معاه. طب إزاي بتواجه مخاوفك؟ يعني كل واحد فينا عنده مخاوف بيعرف يتخلص منها، وفي مخاوف تانية بتفضل مع الواحد. اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه، اللي بخاف منه إزاي بروح بقى؟ اعمله. تروح تعمله؟ بتواجه مخاوفك بين اعملها كلها؟ مينلي. ما فيش لسه مخاوف عندك؟ هو ده لايف ولا هيتمنتج؟ على حسب. ماشي. بعد الدبريشن ما بقتش تخاف من حاجة فعلا؟ يعني كانت مرحلة فارقة في رحلة العلاج، اني تحولت من ان انا عايز اموت نفسي. ليه؟ انا مش فارق لو مت. الناس كنت تخاف من الموت وبتاع، انا بالنسبة لي صلاح الموت. طب هنعيش، اطفي النور بس وانت خارج. صراحة انت في البيزنس زي ما بتتكلم على أهمية ان واحد يعرف الواي بتاعه. يس. خليني أسألك، انت ايه الواي بتاعك في حياتك حاليا؟ اعيش بشروطي. دي أعيش الواي بتاعتي بشروطك. طول حياتي، اني اعيش بشروطي. وايه اللي مخليك تكمل؟ يعني اتكلمت على فكرة انه الاكتئاب بيخلي الواحد احيان كتير يبقى حاسس انه مش فارقة معاه. زي ما قلت قبل كده، الشغف يحرك الهواة، والمسؤولية تحرك المحترفين. انا عندي مسؤوليات. ولا والعبقرية، الفضول يحرك العباقرة. يعني ده ردي على فكرة على ازاي بواجه مخاوفي. الفضول، كيوريوستي. يعني انا مؤمن جدا بطريقة تفكير حزلقوم. انت بتعرف تسوق يا ابني ولا ما بتعرفش؟ قال لك مش جاز لما اجرب اطلع بعرف. انا كل حاجة كبيرة عملتها في حياتي كنت بجرب جاز اطلع بعرف، واللي طلعت بعرف فيه جاب نتيجة. طب انت اتكلمت عن الجواز والطلاق وكلامك زعل ناس كتير. يا ساتر يا رب. فخليني أسألك، يعني نسبة الطلاق اللي زادت السنين الأخيرة دي في مصر، هل شايف إنه أسبابها اقتصادية؟ لا خالص. إيه أسبابها؟ أسبابها عقلية. الناس بتتجوز للأسباب الغلط. أول سبب الناس بتتجوز علشانه في مصر البير بريشر، الضغط المجتمعي. اتجوز اتجوز اتجوز. طب أنت هربت إزاي بقى من البير بريشر اللي بتتكلم عنه؟ بقى نصيب. أنا كنت خاطب والموضوع ما كملش، وبعد كده بقى جه الديبريشن، فبارك الله فيما رزق بقى. طب إيه الحاجات اللي بتدور عليها في الارتباط؟ ما بدورش. ما بتدورش. مش بدورش عشان انا مش بدورش عشان انا يا جماعه انا جامد ومش اي حد يملى عيني. لا، ما بدورش علشان مش شغال الجزء ده بسبب الديبريشن. اكشلي ما اعتقدش ان انا هجرؤ احمل حد معاناه الديبريشن بتاعتي. يعني انا بالعافيه مستحمل قرفي. والمفروض الناس المفروض الطبيعي الناس بتتجوز عشان تكمل حياتها مع بعض، ويكملوا بعض ويتبسطوا مع بعض، مش عشان يكافحوا مع بعض. ف it will be unfair ان بمنتهى الامانه، يعني انا بتكلم very raw no filters. I don't think it would be fair ان انا ارتبط بحد في الوضع اللي انا فيه. طبعا اهلي بقى شايفين ان انت ايه، انت بتتصرمح، انت مش عايز مسؤوليه، انت بتعك يا ابني، كمل نص دينك. ما في نص تاني بنحاول نشتغل عليه. طيب مالناش دعوه.
صلاح لو حياتك كانت كتاب كنت سميته ايه؟ ميستيكس برضو. اخطاء. طب ايه النصيحة؟ او كان في عنوان كده لكتاب كنت قريته زمان، كنت شايف انه ده ينفع عنوان حياتي، امور with a dream. اوكي. احمق عنده حلم. طب صلاح لو انت النهارده فتحت الباب ولقيت صلاح ابو المجد الصغير، تقول له ايه بعد الرحلة دي كلها؟ اهرب ياسين. هقول له ايه؟ هقول له انت كويس، انت مش وحش. هقول له انت كويس من غير انجازات. مش لازم الانجازات عشان تبقى انت كويس من غير انجازات.